السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هعمل فطير مشلتت بالجلاش، طريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. هنا عندي زبدة على سمنة، دهنت الصينية كويس. هنزل بقى كده بالجلاش، كل رق ورق بقى هدهنه سمنة كويس عشان هو اصل الفطير سمنة، يطلع مورق كده مع انه طعمه حلو. هنا بقى برصه بالطريقة دي كده عشان تطلع مدورة. طريقته سهلة مش صعبة وطريقته اسهل كتير من العجن والفرد. في ناس بتبقى نفسها تاكل فطير بس ما بتعرفش تعمله عجن وفرد. حتى لو بتعرفي الطريقه دي اسهل وما بتاخدش وقت معاكي خالص. لو انتي بقى مش فاضيه اعمليه بالطريقه دي وبيطلع نفس الطعم. ما شاء الله طلع طعمها جميل. وشوفي بقى دلوقتي لو هتجيبي الحجم ده، انا عامله حجم الصينيه الكبير، لو شوفي بقى هتجيبي الحجم الفطيره دي من بره هتبقى سعرها كام. كل حاجه دلوقتي بقت غاليه جدا. انا جايبه كيلو الجلاش ب40، وعندي السمنه ما كلفتنيش حاجه. ما شاء الله كان طعمها حلو. هنا بقى كل رق بحطه لازم ادهنه سمنه كويس. هنا حتى الكيلو كله في صينيه واحده، حباها تطلع بقى رقيقه اعمليها بس نص كيلو. بس انا حباها تبقى مرقه كده من طريه كده من قلبها وتبقى حلوه، فعملت الكيلو كله. ما شاء الله طلعت جميله. والجلاش ليه وصفات كتير، ما شاء الله بيطلع يعني وصفاته كتير وحلو. يعني عامله على القناه بلحمه مفرومه وبجبنه وبلبن وحادق مشلتت برضو كنت عاملاه قبل كده. يعني ليه طرق كتير وما شاء الله بيطلع جميل. اهم حاجه بس بتجيبيه من فرن كويس يكون طازه كده وكويس. حتى لو شايلاها في الفريزر وفيها فرافيت او حاجه في الفطير مشلتت مش بيبان. هتاني بقى احط رق كده بكل رق ورق سمنه لحد ما اخلص الكيلو. وتغيير بقى كده يوم جمعه تعمليها لاولادك يفرحوا بيها تفطروا، يعني نغير شويه في الفطار، يعني غير فطر كل يوم. وما بتاخدش وقت خالص في العمايل. ما شاء الله. على بقى ما بتعمليها تكوني مولعه الفرن البوتاجاز، ولما تيجي بقى تسويها تحطيها على الشبكه اللي في النص، النار من تحت عاليه والشوايه واطيه خالص. او حتى لو ما ولعتيش الشوايه هي ممكن تاخد لون وتحمر حسب بقى البوتاجاز بتاعك. لو استوت واحمرت كده من تحت خدت لون حلو كده، ولا عليها الشوايه تاخد لون من الوش، على الوش يعني تاخد لون حلو طلعيها. اول ما تطلعيها غطيها عشان تطلع طريه معاكي وحلوه. هنا بقى كنت بقفلها كده. هنا خلاص كنت قفلتها خالص. ما شاء الله هتين بقى وشها سمنه كويس. ما بتاخدش وقت خالص في العمايل. هنا خلاص دهنتها سمنه كويس. هحط لها بقى كوبايه الا ربع من اللبن. اللبن بيخليها مورقه كده وبيديها طعم حلو قوي. هسيبها بقى شويه لحد ما تشرب اللبن، بعد كده هحطها في الفرن. شويه اللبن دول بقى بيفرقوا في الطعم، بيخلي طعمها ما شاء الله جميل. هنا كانت اشربت اللبن خلاص، هحطها بقى في الفرن. هنا خلاص كانت استوت. ما شاء الله طلعت جميله. ما شاء الله بصوا الحجم الكبير، ما شاء الله عاملاها في الصينيه الكبيره، ما شاء الله طلعت جميله. هنا بقى هوريها لكم. ده فطير مشلتت بقى ولا لا؟ والطعم والله الطعم تحفه. بصوا واخده لون جميل ازاي من هنا ومن هنا ازاي. ما شاء الله. بصوا من اليمتين واخده لون جميل ومستويه كويس. ما شاء الله. هنا بقى بوريها لكم مورقه ازاي. والله معموله بزبده وسمنه جنه اكنها معموله بسمنه فلاحي، كان طعمها فطير مشلتت فطير مشلتت. هنا بقى بوريها لكم مورقه ازاي. هنا بقى حاطه عسل اسود وحاطه جبنه، ما شاء الله احلى فطار. هنا بقى هدوقها كده بالعسل، ما شاء الله كان طعمها والله جميل. ومرقه من قلبها كده مرق وطري.
هنا بقى دوقت معاكم العسل، هدوق الجبنه. يا رب بقى الفيديو يكون خفيف عليكم كده ويعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.